إيه الحالات يا دكتور اللي بنفضّل نستخدم فيها التقنية الهجينة؟ بُص حضرتك الحالات اللي بيُفضّل فيها استخدام التقنية الهجينة على سبيل المثال حالات التضخُّم أو انسداد الشريان الأورطي، ده لإن البديل ليها إن أنا كنت العيان بياخد بنج كلّي وبيطلع من بعد العملية بتنجح إن شاء الله على رعاية مركزة يقعد فيها 3، 4 أيام. طَب البديلة دي حلّت لنا بطريقة إزاي؟ إن أنا من فتحة صغيرة أو فتحتين على مستوى الفخذ باخُش أفتح الانسداد أو أعالج التمدُّد الموجود عند العيان والعيان بيخرج من تاني يوم. طيب حالات تانية طبعًا في عيان عنده مشاكل في القلب ومش هينفع ياخد بنج كلّي وعنده انسدادات متعدده او في تجلطات متعدده. قدرت احل المشكله ديت عن طريق التقنيه الهجينه. ازاي؟ ان انا بستخدم بنج موضعي عند منطقه الفخذ او عند منطقه الركبه حسب المكان اللي عنده مشكله العين الكبيره وحسب الكشف اللي بنحددها بيها، وبنفتح فتحه صغيره بنقدر نشيل الجلطات لو موجوده او نعمل توسيع للمنطقه اللي موجوده ديت من الفتحه ديت في اتجاهين فوق وتحت. فبالتالي في مشاكل كتير عند عيانين ما ينفعش ياخدوا بنج كلي اولا او عندهم انسدادات على مستويات متعدده. قدرت احل مشكلتهم عن طريق استخدام التقنيه الهجينه. ودي ميزه تانية مهمه فيها كمان ان انا بقدر وانا على ترابيزه العمليات اقدر احدد نجاح العمليه. بمعنى انا بعد ما خلصت العلاج بتاع العيان او البروسيدور اللي هيتعمل حقنت فشفت الشرايين فاتحه قدامي والمنطقه بدات تغذي القدم من فوق وتحت كويس جدا. طبعا قدرت توفر وقت ومشاكل وقعده حتى في المستشفى العيان.